اهلا وسهلا بحضراتكم، وان شاء الله تكونوا بخير يا رب كده وسعادة وكل سنة وانتم طيبين. آه خلص النص الاولاني من السباق المسلسل الفني او المسلسلات الرمضانية والحمد لله خلصنا من الاخت نعمة الافوكاتو، ولا كانت ناس بتقول عليها الافوكادو، طبعا دي ثمرة فاكهة، لكن الافوكاتو اللي هي الست المحامية اللي ما مثلتش او لا تنم عن المحاميات باي شيء طبعا، لان هي ما درستش ازاي القصة يكون كويس. عفوا معلش، انا هعدل التليفون لانه وقع معايا، وقع مني وحضراتكم معايا. بيننا جينا على نعمة الافوكاتو بقى ولا ايه، مش عارفه، تقريبا كده. وبعدين كده خلاص حضراتكم معايا طبعا، منوريني مش كده؟ اهلا وسهلا بيكم. طبعا احنا انتقدناها المرة اللي فاتت وقلنا ما لها وما عليها، ولكن هي ما عليها اكثر مما لها. لكن في تمثيل كذا تمثيليه، وانا وعدت حضراتكم ان انا هتكلم فيها. في تمثيليه اسمها صلة رحم، وصلة رحم ديت انا كتبت فيها مقال ان شاء الله نزل بكره، ودلوقتي على جوجل في الورق في الالكتروني، وبكره في الجريده الورقيه. صلة رحم كلنا استبشرنا بيها خير، ان صلة رحم هتقيم وتقوم وتعدل السلوكيات اللي في منها سقط شوية تجاه صلة الرحم والعقوق والحاجات دي، وقلنا الحمد لله ده هيتناولوا بقى صلة الرحم وهتبقى حلوة في رمضان. وده شق ديني جميل، لان رمضان بيعمل على الاحتواء المجتمعي الاصيل الحلو، يعني اللي هو ما فيهوش يعني ما فيهوش غضاضة. حتى المتخاصمين بيحاولوا يتصالحوا، حتى المتشاحنين بيحاولوا يتنزل كل منهم عن حقه للآخر إلى حد ما، سواء حق نفسي أو معنوي أو مادي. كل ده بيجي في رمضان لأنه شهر جميل جدا جدا. حقيقي رمضان بيجمع الأمة الإسلامية على مائدة واحدة، وهي المائدة السلوكية. ودي من عندي، الله أعلم تجاز أو لا تجاز، الله أعلم. فوجئنا في صلة رحم المسلسل إنه بينبش فيه المنهي عنه في الدين، بمعنى استئجار الرحم. يا نهار أبيض، ايه يا عم اللي انت بتقوله؟ استئجار رحم ايه؟ انت بتستخدم لنا فكرة بلاش اقول شيطانية، جهنمية من الخارج. استئجار رحم مين اللي ما عندهاش ذمة ولا دين تأجر رحمها؟ هو الرحم ده عمود الكيان المجتمعي. الرحم اللي بتستقيم بيه حضرتك ده، او اللي طرحته في صورة انسانية، بيقول لك ايه بقى السيد احد القائمين على العمل، ان انا حاولت اقدم فكرة بحيث ان هي تبقى يعني ايه، يعني ان الناس او المشاهد يتفاعل مع الابطال بتوع المسلسل او مع القصة الانسانية. اي قصة واي انسانية في هذه القصة، اذا كان منهي عنها في الدين محرم شيء الا وكان فيه خطر على المجتمع، فيه هيبقى اختلاط انساب. انت جاي بتنبش في الوحل، انت جاي بتنبش في اللا معقول لمجتمعنا. الحمد لله ده احنا بلد ولادة يا راجل، ده احنا بنعاني من الكثافة السكانية. ده الواحد لو نايم في مكان هادي حتى بقى فيه لعب كورة، وبقى فيه هيصة، وبقى فيه خناقات وخلافات. حتى الأحياء الشعبية يعني مش ممكن تنام فيها لا ليل ولا نهار من شدة العيال، كل دقيقة جواز، رغم حالات الطلاق المرتفع كل دقيقة جواز. انت جاي بتتكلم في ايه؟ يعني الفكرة تصادمت صدام مباشر مع
ثوابت دينية ومجتمعية راسخة. سيبك انت بقى لا تقول لي يتعاطفوا مع الحالة الإنسانية للبطل. ما هو انت من الذكاء الأوروبي ان هو بيقدم، بلاش اقول حضرتك يعني، بيقدم الفكرة اللا معقولة بطريقة إنسانية لاستعطاف المخ البشري فيما بعد ممكن يبحث عنها زي ما حضرتك بتقول. صح ولا غلط؟ بعيد عن الفطرة الإنسانية نهائي هذا العمل، وبعيد عن الشرع، ويعني تصادم مع مبادئنا المجتمعية بصراحة ومبادئنا الدينية الراسخة. دي فكرة مستخدمة من الخارج وفكرة ظاهرها الرحمة، لكن هي لا تمت للرحمة بصلة ولا تمت للرحم النظيف بصلة. وحط تحت النظيف دي 100 خط، وهقول لك ليه. ده مش من عندي انا لا دكتوره ولا فقيه، ولكن انا هقرا لك اللي قالته دار الافتاء سبق وقالته في 2001 رد سبق وقالوا مجمع البحوث الإسلامية و2001، واللي قالته دار الإفتاء ردا على أسئلة أثيرت من قبل مسلسل حضرتك. طبعا في ناس بتيجي من الخارج وعايزة، كان في عايزة اللي يخلف واللي يعمل. شوف انا هقول لكم الفتاوى الاتنين مش من عندي انا لا طبيبه، وتقول لي اصل انا استشرت اطباء صحابك ايه؟ فين الاطباء؟ والطبيب عايز يشتغل وخلاص. هقول لحضرتك لك في طبيب رود الفرج عظه يا سادة يا مشاهدين. طبيب رود الفرج لنا فيه عظة، بمعنى الطبيب ده لأول مرة من فترة طويلة، سيبك من اللي بتاع الساحل اللي قتل زميله، أنا بتكلم على طبيب رود الفرج اللي بخصه مخصوص من 25 يوم قبل رمضان في أواخر شعبان صدر حكم بإعدامه بإحالة أوراقه لفضيلة المفتي للأخذ برأيه في إعدامه، لأنه كان بيجهض النساء المسافحات ويجبرهم على فعل الرذيلة وهي واخدة بنج نصفي معاه، ويصورهم ويتداول الفيديوهات دي. واعترف حتى أطفال صحبات أطفاله في النادي ما سلموش منه، فاتحكم بأنه يحال أوراقه لفضيلة المفتي. وفي جلسة قريب آخر الشهر ده تقريبا أو في أول أبريل، هي تقريبا 31، للنطق بالحكم. يعني إذن في جريمة، أي جريمة بترتكب في المجتمع. هل الإجهاض مجاز بحاجات لو الأم عليها لود مثلا، أو يتسبب في ألم ليها، أو يتسبب في وفاتها، أو يتسبب في ألم صحية ليها، وده اللي بيحدده الطبيب مع فقيه. بل بالعكس الفقيه بيأخذ برأي الطبيب في هذه الحالة أكتر. لكن تقول لي استئجار رحم، هي شقة مفروشة يا حبيبي؟ انت بتأجر شقة مفروشة؟ انت بتأجر عمود دين، عمود أسرة. لو صلحت لو صلح هذا المعون صرحت الأم بأسرها، ولو فسد هذا المعون اللي هو رحم المرأة فسدت الأم وهلكت. وده اللي بيحصل بقى في الخارج. انت حضرتك جاي عايز ايه بالظبط مننا؟ مش عارفة، انا مش عارفة. شوف يا ابني، ربنا سبحانه وتعالى قال في كتابه العزيز: يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء ذكورا أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إن الله عليم قدير. صدق الله العظيم. سبحان الله وتعالى. لو كان رايد إن الرحم ده يبقى مؤجر كشقة مفروشة ولا دكان شحاتة أو دكان أي حد عم عبد البقال، كان ربنا أجازه من بدري والشرع أجازه. لكن إحنا استحالة ان في مرأة سوية نظيفة مع انها نظيف هتأجر رحمها وتحط فيه بويضة وماء رجل غريب جواها. دي حاجة تقرف يا راجل. انت بتتكلم في ايه؟ ملعون ابو خش الفلوس. فلوس اللي وتأجير ايه؟ وعايز الناس تتعاطف مع اياد ليه؟
عايز الناس تتعاطف مع البطل ليه؟ وقدمته في سياق انساني يا عيني، كل الناس بقت تقول لك ده حلو بيمثل. طب ما طبعا، ما هو ممثل قدير، والممثل الحلو هيقنعك ان هو شحات، ان هو قاتل، ان هو مش جديدة يعني. لكن انت عايز تقول لنا ايه؟ يعني يا ريت تقول لنا كده بالراحة، واحنا هنداري عليك ونستر عليك. مش حلوة قصة، ريحتها مش حلوة، نبش في الوحل. كان عامل مرة حوار واحد من القائمين على العمل في جريدة خارجية، بيقول لك في حديثه ايه، انه عمل حب يعمل إثارة التفكير، ان الانسان يقعد يفكر فيه في حسب، يعني مش فاهمه يعني ايه، وانه بيتناول الموضوع بصيغه انسانيه، ويعني ايه، ان الفرضيه اللي بتقوم عليها المسلسل تحرض المشاهد انه يسال نفسه ماذا يفعل لو كان البطل، ماذا تفعل لو كنت مكاني؟ بطل ايه ومسلسل ايه اللي يخلينا احنا قصة زي دي تتصادم مع ثوابت المجتمع، ثوابت مجتمعية وثوابت دينية. تحب بقى اقرا لك اللي اللي قالته دار الافتاء، وهقراه لك بالظبط عشان ايه ما يبقاش ده كلامي انا حزينه وما اعرفش اي امراه اللي يعني تسمح اهلا وسهلا يا استاذ حازم، اهلا بحضرتك. اي امراه ما عندهاش لا ذمه ولا انسانيه تستحمل ماء رجل وبويضة امرأة أخرى في رحمها. هو إيه القرف ده؟ عشان تعمل يتخلق استغفر الله العظيم جواها طفل؟ طب ما يمكن يعني أنا أقول لكم إيه، أنا هسيب الدين هو اللي يتكلم، أنا مش هتكلم، لأن في حاجات كده فجأة بتخنق. هقول لحضرتكم، حضراتكم دلوقتي الأفعال دي طبعا بتتم في الخارج، لا منص ملناش فيه، بتتم في بعض الدول في الخارج، واحنا شفنا يعني كان في استئجار رحم بالهبل اثناء يعني في بعض الدول يعني. هي قصة ما تشبهش ملامحنا على فكرة، ولا تشبه مجتمعنا، ولا تشبه مبادئنا، ومهما جبت ممثل من هوليود نفسها انه يبكي الناس، اكيد الناس بعد ما هتفوق وتقول لك الله حلو وشابوه برافو والله احنا تعاطفنا. انا الحقيقه قرفت وغيري قرف كتير. وسيبك من التعليقات، وانت نفسك قلت انك عارف ان هي هتثير جدل لانها قضيه شائكه. لما انت عارف ان هي شائكه بتنبش في الميت ليه؟ وبتنبش في حاجه منهي عنها ليه؟ وايه غرضك؟ وانت عايز تقول لنا ايه؟ وايه الرساله اللي وصلتها لنا لاستئجار عفن لرحم؟ هو استئجار؟ هو انت بتأجر شقه هتدفن فيها بني ادم؟ هو انت بتأجر محل هتبيع فيه؟ ده حاجة يعني دي المفروض تبقى نظيفة. المعون ده اللي هو رحم المرأة المفروض يبقى نظيف ولا يختلط فيه ماء لأي رجل. امال هي قضايا الآداب بتقاوم ليه وبتحاربها الدول ليه وبيحاربها مجتمعنا الأصيل الشرقي الجميل ليه؟ ما هو عشان ما يبقاش فيه اختلاط أنساب. امال هو الزنا حرم ليه؟ تبقى ماشية وجواها بويضة واحدة وماء رجل آخر، ده ايه ده؟ الطرف الثالث ده لا وجود له أساسا في الدين. لكن أنا هقرأ لحضراتكم سبق وأن أصدرت دار الإفتاء فتواها ردا على أسئلة من المواطنين على تأجير الأرحام، وجاء رد الدار قاطعا حازما، بمعنى شرح أن استئجار الأرحام محرم وممنوع شرعا.
انتهى الامر. قضي الامر الذي فيه تستفتيان، انتهى. بتجيب لنا المسلسلات دي تاني ليه؟ ما تجيبولناش المسلسلات دي خالص، مش مجتمعنا. احنا رضينا بالتركي والبركي والرومانسي واقتحمتنا الالعاب الالكترونيه وبوظت مخاخ بعض الاطفال. كمان هتجيب لنا اختلاط الانساب، يا راجل اتقي الله. المهم قالت لك دار الافتاء ان هو ممنوع شرعا، كما صدر قرار مجمع البحوث الاسلاميه رقم 1 بجلسته. انا جايبه لك بالارقام ليه؟ علشان دي حاجه تمس المجتمع كله وتمس الدين، عشان ما حدش يقول لي انت بتفتي. هقول لك اهو برقم 1 بجلسته في مارس 2001 بتحريم تأجير الأرحام وحرمتها، لأن هناك طرف ثالث اللي أنا قلته لحضراتكم، اللي هي الست اللي ما عندهاش لا ذمة ولا دين وبتأجر رحمها لمجرد ظاهره إن هي بتساعد إن الأم دي عيني عقيم ويبقى لها عيل ما عاشت ولا كانت ولا عاش ولا كان العيل اللي هيجي ده من قرف كده، لمجرد الفلوس وباطنه الفلوس واختلاط الأنساب وحاجات كتير أنت لا تعلمها أو تعلمها. إن كنت لا تعلمها فأنا بقول لك، وإن كنت لا تعلمها فحسبنا الله ونعم الوكيل. أي حد يعمل هذا العمل مرة تانية. بتحريم تأجير الأرحام وحرمتها لأن هناك طرف ثالث غير الزوج صاحب النطفة اللي هو الماء. الزوج صاحب النطفة اللي هو الماء، والزوجة صاحبة البويضة. وأجمع الفقهاء أنه لا يمكن الجزم مع وجود طرف ثالث، لا يمكن الجزم مع وجود طرف ثالث تحديد الأم الحقيقية. يعني مش هيبقى معروف الأم الحقيقية فيهم مين، اللي اتخذ منها البويضة ولا الأم الحاضنة للبويضة، حاضنة مين ونيلة مين، ولا الأم الحاضنة للبويضة. وعدم تحديد الأم صراحة لهذا الطفل، فهل الأحق به صاحبة البويضة التي تخلق منها الطفل وحمل كل خصائصها الوراثية، أو الأحق به الأم الحاضنة صاحبة الرحم الذي تم فيه نموه وتطوره وتبدله حتى صار جنينا مكتملا؟ حسن بقى مجمع البحوث قائلا: وسواء كان فيه انتقال لخصائص وراثية من الرحم المستأجر أم لا، فلا وجه لإباحة وجود ماء رجل في رحم امرأة لا تحل له. انتهى الأمر كده. يعني المرأة اللي ما عندهاش ذمة ولا دين، اللي أجرت أو اللي هتأجر رحمها دي، أو اللي منوط بيها إنها يتحط فيها البويضة وماء الرجل، دي طرف ثالث. ما لا يحق للرجل انه هو يتحط ماءه في هذه المرأة، ولا انتقال بويضة من ام. ولو كان ربنا رايد ليها انها تحمل، الام اللي خدوا منها البويضة ما كان قادر يخليها تحمل؟ سبحانه يعلم ما في الارحام. يعني ما منع الله من شيء الا وكان فيه منح. ده احنا بلد كل ثانية في طفل. جاي تقول لنا انت جاي تبيع الميه في حاره السقاير وتقول لنا استئجار الرحم، وبتستعطف الناس مع البطل علشان يفكروا لو هم مكانه كان هيعمل ايه، ويقولوا لك والله كنا هنأجر او لا. هو فيها بني ادمين؟ الشرع قال لا، يبقى انتهى الامر. انتوا بتعملوا كده تلبيسه زنواتيه، تلبيسه لاختلاط الانساب. يبقى ده مش عارف اخوه مين، ولا ده ابنه مين، ولا دي ابنها ولا لا، ولا ايه. ده فيه ناس غطتهم كتير، غطت قضاياهم كتير. منهم واحدة حرق او قتلت ابنها، قتلته، فبيسألوها قتلتيه ليه؟ قالت لهم لان هي البعيدة ما كانتش عارفة مين ابوه، لانها كانت في قضايا اداب كتير، فما كانتش عارفة مين ابوه فقتلته. جالها فكرها كده. العاهر ترجم
والولد للفراش. بس هو فين الفراش؟ ده انت مأجر. عشنا وشفنا. ايه ده يا عم؟ ما تنبشي في المنهي عنه في الدين، وترجعوا تقولوا لجان الكترونيه. الكترونيه مين؟ الله يسامحكم. كفوا عن خراب المجتمع. صلة الرحم هذا العمل لا يمت بصلة لا لمجتمعنا الشرقي الجميل، ولا لمصرياتنا، ولا لديننا وإسلاميتنا، والشرع نهي عن هذا الاستئجار من وجهة نظر أنا الفاسد. وشكرا جزيلا. يا ريت نكف عن أعمال لا طائل منها، أعمال لا تمت لينا بصلة ولا تشبهنا واحنا ما نعرفهاش. والحمد لله ان فينا ناس الحمد لله ان فينا ازهر، الحمد لله ان عندنا دار افتاء، الحمد لله ان عندنا مجمع بحوث، الحمد لله ان عندنا شيوخنا الاجلاء بنستقي منهم ديننا. وانا بشكركم والى اللقاء. واللي مش عاجبه يعني يا ريت تحطوا لي، انا مش اللي مش عاجبه، انا اسفه، يعني يا ريت كل واحد يقول لي كلامي صح ولا ايه. بس على فكره انا كلامي بالحجه، وكلامي من دار الافتاء. وكمان الدكتور عباس شومان نائب رئيس نائب شيخ الازهر قال قبل كده، كتب على صفحته من كام يوم رد برضو على الناس ان هو لا يحق وممنوع شرعا ومحرم شرعا. بس انا مش عايزة اطول على حضراتكم، والحجج الدينية كثيرة، وهذا العمل وما يدل عليه ومضمونه محرم شرعا وقانونا. اتمنى ان انتوا تشيروا هذا اللايف علشان يوصل لغيركم، وان شاء الله اقدر اوصل ليكم واتابع ليكم. واللي عايزني اتابع له حاجه واناقشها معاكم يا ريت يقول لي. وانا بشكركم والى اللقاء. كان معاكم في اللايف الجميل ده وسعدت بحضراتكم نجوى عبد العزيز الصحفيه القضائيه. شكرا والى اللقاء في متابعات اخرى. اللهم احفظنا واحفظ مصرنا يا رب من كل شر وسوء. شكرا.